تيتو مش مجرد شاب اتولد وسط مجتمع بتسود فيه الجريمة، لأن تيتو حاول ينظف نفسه من اللي هو فيه، بس للأسف المحاولات دي كانت ضريبتها إن حياة تيتو تتدمر، ودي ضريبة أي مذنب بيحاول يكون شريف. طب الناس دي كانت ضحية؟ طب سيبك من الناس دي، هو تيتو نفسه كان ضحية؟ طب لو لا، ليه كلنا تعاطفنا معاه؟ ولو كان ضحية ايه بالظبط؟ الظروف اللي رمته وسط مجتمع لا يصلح إنه ينجب ناس سويين نفسيا وكل اللي بيطلعهم مجرمين، ولا كان ضحية الناس النضاف اللي حاول ينظف نفسه بيهم ولما عرفوا حقيقته رفضوه، ولا كان ضحية ضابط فاسد ساعده على الفساد وكل ما يحاول يطلع نفسه من الوحل اللي هو فيه يرجعه تاني، ولا كان ضحية الشارع اللي رباه غلط؟ ليه نهاية الفيلم دي أجمد نهاية فيلم في السينما المصرية؟ ليه كلنا تعاطفنا مع تيتو مع إنه مجرم؟ طب فكك من كل الأسئلة دي، هو تيتو أصلا مجرم ويستحق العقاب؟ إزاي الصراع بين تيتو والطفل رضا كان أكبر بكتير جدا من الصراع اللي بين تيتو ونفسه؟ هل تيتو كان يستحق حب نور؟ كل الأسئلة دي وخبايا الفيلم والفكرة الغامضة اللي كانت جواه هنجاوب عليها النهارده، بس قبل كل ده ما تنساش تجيب مشروبك المفضل وتعدل قعدتك كده علشان النهارده عندنا سهرة طويلة وحلوة قوي من بتوع زمان. تبدأ حكايتنا من 19 سنة في منطقة شعبية مع طفل صغير بيغمز صاحبه علشان ينتشوا شنطة الست اللي بتشتري دهب، فبيروح ينادي صاحبهم التالت، بس وهو رايح يناديه بنعرف ان المكان اللي عايشين فيه بيعم السواد، ودي حاجة مقصودة وذكية جدا من المخرج طارق العريان علشان يوريك البيئة اللي عايش فيها تيتو اللي بيعمها السواد والغموض. الطفل التاني بيوصل وبيقول لتيتو يلا عشان في مصلحة. فالطفل الاول بيروح وبينتش الشنطه من الست بس بيتقفش، ولما تيتو شاف صاحبه هيضيع طلع المطوه وغز الامين اكتر من مره بكل الغل اللي في الدنيا، والغل اللي انهى بيه حياه الامين ما كانش طبيعي وبيخلينا نغوص اكتر في ابعاد شخصيه تيتو العنيفه. هو عارف ان الضربه لو ما صابتش الامين هيفشخه، فما ينفعش الضربه تخيب من الاخر، هي يا هتصيب يا هتصيب، وبنعرف من هنا ان ده مبدا من مبادئ تيتو الساديه والعنيفه. تيتو بيدخل الاحداث ودايما بيحاول يفرض شخصيته علشان الناس هناك تعمل له حساب، ولما واحد من اللي هناك بيحاول يقل منه بيطلع عين امه، وبنلاحظ ان نفس غريزه العنف اللي انهى بيها حياه امين الشرطه لسه موجوده. تيتو بيتعود على حياته الجديده بسرعه، بل بيحاول ينظف نفسه اكتر ويلتزم بالصلاه، بس برضه المشاكل مش بتسيبه في حاله، ولما بيجي عيل بيزنقه وعاوز يضربه تيتو بيضربه بعنف وبيعوره والدم بيوسخ جسمه. وبتيجي اللحظه اللي تيتو فيها بيتمرن بنلاقي تفصيله عبقريه جدا لما بيلعب عقله وبيطلع جسمه مره اتنين تلاته. لما كبر بنلاقي ان الفانيلا اللي غرقانه دم نطفت وبقت زي الفل، فمن هنا عرفنا ان تيتو لحد دلوقتي قرر يعيش حياه مسالمه تماما، بس لما بنلاقيه بيطلع جسمه للمره الرابعه والخامسه بنلاقيه انه قلع الفانيلا خالص، علشان تعرف انه من دلوقتي ولحد ما يطلع من هنا فما بعد هيكون محتار بين طوب الخير والشر، وهيضطر يقلع الاتنين واللي يجيبه ربنا. حلو بقى الترانزيشن ده بقى ما عجبنيش خالص في المونتاج. المشاهد اللي زي دي بتتعمل بافكت اسمه ديسولف، الافكت ده عباره عن كليبين بيتحطوا ورا بعض، ومهمه الافكت ده بقى انه ينقلك ما بينهم بشكل سموزي سلس كده. هنا بقى انا حسيت بقلبان، فبتاع تحس تامر الجار معدي، فالمفروض ان ما احسش بده تماما، خصوصا ان الفكره حلوه جدا. تيتو اخيرا بيخرج وبيروح يسال على اهله بس ما بيلاقيهمش، وهو ماشي لقى طفل صغير بيضرب صاحبه علشان فهم منه السيجاره، ومن هنا تبدا الحكايه اللي هتغير حياه تيتو قبل ما هتغير حياه رضا. تيتو بيروح لصاحبه اللي كان معاه في السجن علشان يقعد عنده يومين، فبنلاقي ان تيتو نفسه يشتغل شغلانه شريفه بس صاحبه بيقفلها في وشه وبيقول له مش هتلاقي، ومن الاخر عاوز يمشيه في الشمال. تيتو وافق ليه بقى؟ اولا علشان ما عندوش اوبشن غير ده، بس في الحقيقه ده مش مقنع كفايه ومش مبرر من الاخر، مش علشان ما فيش شغل او انت حتى ما تعبتش في انك تدور تروح للسكه الشمال. السبب الحقيقي ان تيتو في الوقت ده ما كانش لسه مقرر هيمشي فين ولا مختار طريق الحلال ولا الشمال. يعني انا متاكد انه في الوقت ده ما كانش فارق له حلال ولا حرام، وراهنك انه لو جت قدامه فرصه شغل حلال هيختارها عادي جدا، مش علشان هو طاهر القلبي وبتاع، لا علشان هو حرفيا مش فارق له. حلال ودي يا باشا طبعا معاه، حرام ما فيش مشكله دايس برضه، لان زي ما قلت لك رمزيه التيشيرت اللي قلت لك عليها عرفتنا حاجات كتير. يعني عرفنا انه بعد ما قضى فتره العقوبه قرر يعيش في سلام وما عملش اي مشاكل لما الفانيلا كانت بيضه، ولما قلع الفانيلا خالص بقى هو رمى طوبتها خالص بقى خلاص، اللي يجيبه ربنا حلو، وكله بسبب رمزيه التيشيرت، لان من غيرها هتكون كل دي افكار في دماغي مش هطلعها في فيديو حتى. تيتو بياخد الرجاله وبيروحوا اول طلعه بس المهمه بتفشل، وصاحب تيتو بيتضرب بالنار، ولما تيتو بيعرف بيدخل يموت له بتاع 4 8 كده، ولما بيلاقي الامن كلهم داخلين عليه بيخلع منهم بالطريقه. وفي وسط رحله هروبه بنعرف ان تيتو صايع قوي وعلى قديمه، سواء شاطر عنده
مهاره في استخدام المسدس وذكي جدا. هديك مثال، تيتو لما كان بيهرب في عربيه جريت وراه وبتضرب عليه نار، انت لو مكانه اول حاجه هتيجي في دماغك ايه؟ تضرب عليهم نار، صح؟ منطقي. بس احتمال وانت بتضرب عليهم نار ومطلع دماغك الجميله دي تاخد طلقه حلوه كده في نص دماغك، او ممكن اصلا ما تعرفش تسيب حد فيهم بسبب ان العربيتين بيتحركوا، فنسبه انك تصيب حد فيهم بتبقى قليله جدا. هو بقى عمل ايه؟ ضرب طلقتين في تانك البنزين. مش محتاجة حاجة يعني. بتحصل مطارده بتاع 10 دقايق، كل اللي بيحصل فيها ان احمد السقا احمد السقا، مفيش حاجه جديده. بعد كل اللي حصل ده، تيتو راح برجله للشخص اللي هيدمر حياته وهيعيشه في سجن جديد، بس في سجن الدنيا اللي اضيق من السجن 100 مره، واللي هو رمزي او بين قوسين رفعت السكري. تيتو بيروح لرمزي وبنعرف ان هو اللي ماسك العصابه دي، ولما بيديله قرشين على قده بيتضايق جدا بس بيعديها. لكن لما بيقول له ان في واحد مات في العمليه دي وسايب كوم لحم وعياله اتيتموا، رمزي بيخسر قدامه في المواجهه الكلاميه، فبيرمي له القرشين على الارض وهو ماشي بيزاوله بالعربيه. فتيتو المنطقي انه يخاف. المواجهه بين الشخصيتين كانت قويه جدا، الاتنين مجرمين وخطر، الاتنين شخصياتهم قويه، فروح المواجهه بتظهر اكتر لما الاتنين يكونوا عندهم شخصيات قويه. فلما رمزي حس انه خسر جزء من هيبته وقوه شخصيته في المواجهه الكلاميه، لما تيتو عرف يقنعه اضطر يلعب باخر كارت معاه، فعمل اللقطه دي علشان يرجع الجزء البسيط جدا ده من هيبته اللي راحت لما تيتو كسب النقاش. وبالنسبه له اللي طلعه كمان في المواجهه دي كسبان بعد ما كان على وشك انه يخسرها، انه رماله الفلوس على الارض، وده معناه انه بيقل منه. تيتو بيروح مع رمزي يصطاده، فرمزيه عبقريه جدا بتقول ان رمزي هو اللي هيسلب من تيتو حريته في العالم الخارجي. تيتو ورمزي بيتصاحبوا وبيتفقوا على العمليه الجديده، وبنعرف انها عمليه صعبه جدا. تيتو بيسال رمزي على اسمه الحقيقي، فمن هنا بنعرف ان تيتو قاطع على رمزي او بين قوسين رفعت السكري، اللي بالمناسبه لحد دلوقتي مرضاش يقول له على اسمه الحقيقي. من الاخر رمزي ما كانش واثق فيه بالقدر الكافي علشان يقول له حاجه زي كده. وركز لي كويس في الاسامي علشان بتلعب دور مهم جدا في الشخصيات، وخصوصا لما بتتكلم عن رمزي او رفعت السكري، فانت هنا بتتعامل مع شخصيتين مش شخصيه واحده، وهنتكلم عن ده اكتر في فتره الريفيو. تيتو بيروح لرضا، ولما بنشوف تعامل تيتو مع رضا بنلاقي انه مش طبيعي. فكره اصلا انك تقابل طفل في الشارع وتحطه في دماغك لدرجه انك ترجع له تاني بعد فتره علشان تقابله، ملهاش غير مبررين. الاول ان تيتو بتاع عيال، والتاني ان تيتو شاف حاجه في الولد ده، او بالتحديد شاف نفسه زمان في الطفل ده. تيتو بيروح بيت رضا وبيدي لامه فلوس علشان تصرف عليه وترجعه المدرسه، ومن هنا حياه رضا بتبدا تتغير. بس اللي تيتو ما يعرفوش ان اهتمامه برضا وانه يكون شخص احسن مش هيغير في حياه رضا قد ما هيغير في حياه تيتو نفسه. تيتو بيروح علشان يشتري عربيه، وبيسمع صاحب التوكيل وهو بيتكلم مع واحد تاني، وبيتكلموا في انهم عايزين يعملوا مصلحه على واحد تالت جاي يبيع عربيته. فبيظهر فارس وبيبان عليه شاب ابن ناس بس مدردح. لما بيجي فارس يقعد قصاد تيتو، تيتو بيقول له على اللعبه اللي الراجل ده بيلعبها عليه، فبيظبطوها مع بعض يعني، وبيخلي الراجل يدفع له الفلوس اللي كان عاوز ينصب عليه فيهم بالطريقه، وهم طالعين بيتصاحبوا. ومن هنا تبدا صداقه جديده بين تيتو واول واحد نضيف يدخل حياته. تيتو بيروح مع فارس بيته وبيبدا يتصاحب على اهله، وبيبدا يلاقي احساس دفى الاسره اللي فقده من وهو صغير، لا وكمان وسط ناس نضيفه. تيتو بيروح الطلعه الجديده وكالمتوقع العمليه بتنجح. ولما بيروح لرمزي بنكتشف تفاصيل اعمق في شخصيه تيتو، انه في خلال معاملته مع الناس دي اكتشف انه مش لازم كل الناس الغنيه يكونوا ناس مش كويسين. ولقيت حاجه اعمق من نظره تيتو الجديده للناس دي، اننا بنلاقي انه لابس اسود في اسود. ولما اخدت بالي من ده رجعت كام دقيقه لمشهد تيتو وفارس، لقيته لابس فاتح، ومن هنا اتاكدت ان طول الوقت لبس تيتو ليه دلاله معينه، وده اللي هنتكلم عنه اكتر بعدين. طبعا تيتو لما بيقول لرمزي الكلام ده، رمزي بيحاول ياكل بعقل تيتو حلاوه ويتوهه عن السكه الكويسه اللي هو عاوز يمشي فيها، علشان عارف ان تيتو فرد ما يتعوضش. لما تيتو بيروح حفله تبع فارس بيجي يتصور معاهم، ولما بينور فلاش الكاميرا بيفتكر ايامه وهو صغير لما كان بيتصور في الاحداث، وبيتضايق جدا وبيفتكر ماضيه اللي بيمنعه انه يكون واحد من الناس دي. ولما تيتو بيتخانق وبيبعد عنهم، نور بتروح بحجه انها عايزه تشرب ميه علشان عاوزه تتعرف عليه. ولما بيتكلموا اكتر بتسال تيتو عن اسمه الحقيقي، فبيعلق 5 كده وبيقول لها طاهر. ومن هنا نستنتج ان تيتو ما بيتسالش السؤال ده كتير، او تحديدا ما حدش مهتم بشخصه القديم او النقي اللي المفروض هو عليه. واسم طاهر اللي بيدل على النظافه اللي تيتو مداري عليه باسم تيتو، علشان ما حدش ياخد باله ان تحت تيتو المتمرمغ في الوحل ده في طاهر الشاب النقي النضيف اللي لسه على الفطره السليمه. وحوار اسم نور ده بقى هنتكلم عليه اكتر في فتره الريفيو علشان مهم برضه. فارس بياخد تيتو وبيروحوا لمكان مهجور، وبنعرف ان حلم فارس انه يحوله لافخم مطعم في مصر. ولما تيتو بيفتحوا في فكره انه ممكن يكون شريك معاه، فارس بيقلق من الحوار ده وبيكون خايف يشارك تيتو، او في المجمل يعني هو كان خايف
خايف على المشروع ده جدا، لاننا بنعرف ان ابوه نفسه يدخل معاه شريك في المشروع ده وهو مش موافق. ومن هنا بنعرف ان المشروع ده غالي جدا عند فارس. لما تيتو بيكلم فارس في حوار نور، فارس بيقفلها في وشه وبيقول له ان نور مش ليلته. ولما تيتو بيساله ليه، بيقول له ما اتجوزهاش ليه بقى لا مؤاخذه؟ عشان هي بنت ناس وانت جربوع. يا عم خلاص في النبي بقى، خلي الكاميرا مع حد غير. مش كده يا فارس. المهم ان فارس بيظبط تيتو مع نور بالطريقه وبيخلع. ومن هنا بناخد بالنا ان تيتو لسه لابس الاسود، لسه الصراع بينه وبين نفسه على الابيض ولا الاسود موجود. وعلشان نعرف ان لحد دلوقتي تيتو مش قادر يظهر غير تيتو، وحاطط طاهر في الباك جراوند. لما نور بتسال تيتو انت برج ايه، بيقول لها ما اعرفش بقى اليوم اللي اتولدت فيه ده يوافق برج ايه. فبتقول له انا هقول انت اسد. الله يحفظك، ده من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. بون ابيتي. كتر خيرك يا وربنا تيتو ده فاجر. المهم اننا بنعرف ان نور دي شخص نضيف جدا، بس بتطلع صايعه من الاخر وبتقفش حركه فارس لما حاول يظبطها مع تيتو. المهم ان تيتو بيحاول يخترع لها ماضي نضيف انه شاب مكافح وكده، ولما بتسمع حكايته بتنبهر بيه، ولما بيطلب رقمها بتسقع له وبتقول له باخده من فارس. الحته دي انا احترت فيها بصراحه. هي ما ادتلهوش رقمها من اول ما طلبته كنوع من انواع الرخامه يعني، ولا يمكن ما كانتش مطمنه له كفايه، ولا يمكن ما كانتش عايزه تديله امل في العلاقه دي علشان ما تاذيهوش. مش عارف بصراحه، هسيبك انت تجاوبني في الكومنتات. رمزي بيتفق مع تيتو على اخر مهمه، وبنعرف انها مهمه حرفيا علشان هتكون اخر مهمه، واخر مهمه بالتحديد لرفعت السكري علشان ريحته فاحت وفي ناس بتنخور وراه. وتيتو لما بيعرف انها تقريبا كده والله اعلم اخر مهمه بيوافق يطلعها. تيتو بيروح لفارس، وفي نص الكلام كده بيجي اعلان لويسترن يونيون ذكي جدا يعني. بص كده، لا لازم النهارده، يعني افضل شيء ان حضرتك تحولهم على ويسترن يونيون عشان الفلوس تبقى في الحساب النهارده. الراجل حط لك الاعلان وابرته خفيفه يعني ما حسيتش بحاجه، ودي حاجه عجباني جدا. اعمل اللي انت عايز تعمله وخد اهو يا عم دماغي في ايدك، بس من غير ما اخد بالي. ودي الصياعه في الماركتنج. بنعرف ان تيتو رايح لفارس علشان يديله الفلوس اللي هيدخل بيها شراكه معاه في مشروع احلامه، بس برضه فارس بيكون لسه مقلق من تيتو. فلما سال تيتو هو انت عندك اي عداوه مع اي حد، تيتو بيقول له اسمع يا ابن الناس، انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما خنت واحد صاحبي. يبقى نقرا الفاتحه. تيتو في تاني مقابله بنلاحظ انه غير لون هدومه وبيلبس الوان فاتحه. فمن هنا بنعرف ان تيتو بدا يغير من نفسه وبدا يظهر شخصيه طاهر النضيفه، وكمان بياخدها وبيروحوا له زياره في بيته. وبنلاقي ان نور متعاطفه جدا مع ظروف رضا والاطفال اللي زيه، وهي ما تعرفش ان تيتو كان من الاطفال دي في يوم من الايام. تيتو بيروح العمليه الكبيره وبيكونوا لابسين لبس ظباط وعاملين كمين، وبيبتدوا يضربوا نار والعمليه بتنجح كالمتوقع. وتيتو بيروح يقابل رمزي، واخيرا بيعترف له باسمه الحقيقي اللي هو رفعت السكري، لسببين. اول سبب انه بقى 100% واثق في تيتو، تاني سبب والاهم ان الشغل ما بينهم خلص ورفعت خلاص ما بقاش عنده حاجه يخاف عليها. وتيتو بيروح المكان اللي شغاله فيه نور وبيدخل يلعب مع الاطفال وبيطلع معاهم الطفل اللي جواه مره تانية اللي ما طلعش من زمان. وتيجي هنا بقى الاغنيه العبقريه، الحكايه ما بتنتهيش. كلمات الاغنيه كالتالي: الجزء ده بيعبر عن تيتو وعن الصراع اللي جواه علشان يخلي رضا احسن منه بكتير، وانه عاوز يعيش رضا طفولته علشان يشوف فيه تيتو زمان اللي معاش طفوله. فبالنسبه له هو هيفضل يعاند لحد ما يعيش رضا طفولته اللي معاشاش تيتو، ومش هيهدى الا لما يثبت لنفسه انه لو كان اتوفر له كل الظروف اللي بتنجب ناس سويين نفسيا كان طلع شخص كويس وما بقاش مجرم. تاني جزء بيقول تيتو بيقول انه خلاص لاول مره عرف يحب، والبنت اللي بيحبها دي بتنور له طريقه، كنايه عن اسمها اللي هي نور، وانها حرفيا بتنور له طريقه. وبتمنى اموت علشان اعيش، بيتمنى يموت كتيتو علشان يعيش كطاهر، وكطاهر حرفيا برضه. واللي فات بقى ده مش مهم، المهم انا دلوقتي ايه. تالت جزء بيقول قبل ما نبدا تحليل الكام جمله دي خليك فاكر كلماتها كويس علشان في اغنيه تاني برضه في اخر الفيلم هترد عليها. تيتو بيقول ان الماضي عدى وما بقاش مهتم كان عامل ازاي، المهم ان اللي انا فيه دلوقتي كطاهر بقيت شخص نضيف ولون الدم ما بقاش موجود، ما بقاش عايش في دايره حياته القديمه، لا ده تغلب على يأسه انه يكون شخص كويس، بقى يستحق يكون وسط الناس اللي حواليه دلوقتي. ومش مهم بقى ماضيه ده عامل ازاي، المهم ان دلوقتي ما بقاش في نقطه دم واحده في حياته. اغنيه عبقريه وانا بعتبرها من اغانيي المفضله في السينما عموما. هنتكلم اكتر عن الاغنيه دي والاغنيه اللي في اخر الفيلم في اخر الحلقه علشان ليهم كلام لوحدهم. تيتو اخيرا بيعترف لنور بحبه وبيعرض عليها الجواز وهي بتوافق، وبيفتحوا المطعم وكل حاجه بتبقى زي الفل. وسط كل ده بقى تيتو بيروح يزور رضا فبيلاقيها هربان من البيت، وبنشوف نظره غضب وانكسار في تيتو بنشوفها لاول مره. وبعدها على طول بيروح يلف على رضا في الشوارع لحد ما بيلاقيه وبياخده علشان يعيشه عنده، وبيوفر له كل حاجه محتاجها طفل علشان يطلع شخص كويس، مش منقصه اي حاجه. لما نور بتجيلهم البيت تيتو المره دي بيبان فيه انه مش مجرد بيساعد رضا، كان عاوز يجيب له واحده تاخد بالها منه وعاوز يوديه مدرسه داخلي. كان باين جدا انه مش مجرد بيساعد طفل صغير، لدرجه ان نور اخدت بالها من ده. رفعت بيطلب من تيتو انه يرجع يشتغل معاه تاني لمده مهمه واحده بس، وهي انه يموت الضابط اللي بينخور وراه. بس تيتو بيرفض لانه خلاص ما صدق يلاقي حياه نظيفه، مش عايز يرجع يوسخ نفسه من تاني. تيتو ونور بيروحوا عند ناس وبيدوهم فلوس علشان ياخدوا بالهم من رضا، ودي تبقى اول مره تيتو يطمن فيها على رضا. ومع بدايه حياه رضا الجديده تبدا نهايه تيتو، ومن اول اللحظه دي تبدا بدايه النهايه.
الحكومه بتيجي وتهد المطعم باللي فيه، وبنعرف ان كل ده بسبب رفعت. بس لما تيتو بيروح لرفعت بينكر كل ده، بس بيبان جدا انه فعلا ورا كل ده، بس هو كان عاوز ينايم تيتو. من الاخر عمل كل ده علشان يخلص له المصلحه اللي كان عاوزه فيها. تيتو بيروح لفارس وبيقول له ان هو للاسف السبب في اللي حصل ده، وفارس طبعا بيكون مصدوم بسبب ان حلم حياته اتدمر قدامه، ويرجع تيتو يلبس الاسود تاني. تيتو بيروح علشان ينفذ العمليه، وبتكون عباره عن انه هيروح يموت الضابط اللي بينخور ورا رفعت علشان رفعت يعرف يشتغل براحته. واول ما بيشوف الضابط خاضع تحت ايده بتجيله فلاش باك عن رحله الاجرام اللي عاشها، وفي الاخر بيشيل ايده من على الزناد. ولما بيروح رفعت بيوعده انه هيدمر حياته، بس تيتو بيفاجئه انه معاه ورق يوديه في داهيه. وفي نفس الوقت اللي حصلت فيه كل التفاصيل دي بسبب رفض تيتو انه يرجع للشمال تاني، بيتبعت لنور اوراق فيها حقيقه تيتو. نور بتواجه تيتو باللي عرفته عنه، والاول مره ما تبقاش عارفه مين الشخص اللي قدامها، وتيتو بيعترف لها بانه كان واحد من الاطفال اللي بتقف معاهم وبتساعدهم، بس بتقوله انها بتساعد الاطفال دي قبل ما يبقوا مجرمين، وبتمشي مكسوره من عند تيتو. تيتو بيروح عند رضا بعد ما عرف انه هرب من البيت اللي كان فيه، وبينصحه ويقول له ينضف قبل ما يكبر. كلامه مع رضا كان غريب جدا، كانه رجع بالزمن وبينصح نفسه قبل ما يضيع. لما نور عرفت من فارس ان الاوراق اللي وصلت لها دي كانت بسبب ان تيتو مرضاش يرجع للشمال تاني، راحت له وحاولت تتكلم معاه، بس هو ما كترش في الكلام واداها رصيده اللي في البنك كله علشان تاخد بالها من رضا، وكانه بيوهب طاهر كل المكاسب اللي عملها في حياته اللي كانت سبب في ان حياته نفسها تتدمر قبل ما يبقى تيتو. تيتو بيروح لكل اللي يعرفهم علشان يودعهم، كانه حاسس ان نهايته قربت، والشرطه بتروح علشان تقبض على تيتو وعلى راسهم رمزي. تيتو بيحاول يعافر معاهم مع انه عارف انه لو ما سلمش نفسه هيموت، بس برغم كل ده وقف ضدهم وعافر معاهم لحد ما خلصت الحكايه، وخلصت بموت تيتو. قبل ما ندخل في الجد ونتكلم الكلمتين المهمين، تعالى نخطف الاغنيه بتاعت الاوترو كده بالمره. اول جزء في الاغنيه احنا متكلمين عنه فمش هقوله تاني. تاني جزء بيقول تيتو في لحظه ما ادرك انه غصب عنه ماضيه هيطارده طول حياته وهيفضل عايش جواه، حتى وهو بيحاول ينظف نفسه علشان يستاهل اسم طاهر، وان حتى لما يدخل وسط ناس نضيفه ويعرفوا حقيقته هيبعدوا عنه بسبب ماضيه. تالت جزء بيعبر لنا عن تردد تيتو بين الخير والشر، لانه بيحارب اليأس في انه يكون شخص نضيف مره تاني. كل مره بيحاول ينسي نفسه ماضيه الاسود يرجع يطارده مره تاني، وهو حتى مش قادر يقرر يسيب نفسه اليأس ينهش فيه ولا يتعلق بنور الامل في انه يرجع انسان نضيف تاني. ويطلع لنا طاهر اللي طول الوقت كان مستخبي ورا تيتو، والحكايه ما بتنتهيش كنايه عن ان كل يوم بيطلع تيتو جديد. اغنيه عبقريه، كونك اصلا قادر تدخلني في مود كده اول ما بسمع الاغنيه دي بشم ريحه الفيلم بتفاصيله، فدي حاجه مش سهله. قدرت تحكي كل ده في اغنيه اغلبها الحان والليركس 12 جمله بس، فدي حاجه جامده جدا. قبل ما نبدا في اهم فصل في الحلقه، تعالى نناقش شخصيات الفيلم بالموسيقى بكل ده. بناء الفيلم صايع جدا، ولما تعمل زوم اوت كده هتفهم ان حتى احداث الفيلم بتساعدنا بشكل لا واعي في اننا نفهم تردد تيتو. يروح يساعد طفل او يتعرف على ناس من عيله نظيفه ويبين قدامهم انه شخص كويس، بعدها ب10 دقائق ينزل يموت له 17 واحد عادي جدا. فبناء الاحداث المتلخبط ده في حد ذاته بيبين لك قد ايه ان رحله تيتو كانت مليانه تردد. عندنا كام شخصيه اساسيه بتبان عليهم الفيلم؟ تيتو وطاهر ورمزي ورفعت ونور وفارس ورضا. تيتو المجرم اللي مخبي ورا ظهره طاهر اللي خايف عليه يتاذي من قساوه الدنيا. تيتو غير اسمه من طاهر لتيتو علشان عارف ان هو ما يستحقش الاسم ده، ولو نركز شويه هنلاقي ان محدش اصلا كان بينادي تيتو طاهر الا نور، علشان هو ما بيبقاش الطفل البريء بنقائه وحقيقته الا معاها. وعندنا نور نفسها اللي اسمها بيرمز للنور اللي دخل حياه تيتو ونورها مره تاني بعد السواد اللي عاشه في حياته القديمه. فارس بمعنى الرجوله والنباله والشهامه، واظن ده كان باين جدا يعني. رضا الطفل اللي تيتو بيشوف فيه نفسه وهو صغير وبيحاول طول الفيلم يوفر له حياه نظيفه علشان يطلعه شاب كويس، علشان يثبت لنفسه ان اللي هو فيه ده مش ذنبه، لانه شايف ان اكيد لو توفر له حياه نظيفه زي اللي موفرها لرضا كان طلع شاب كويس مش مجرم. علشان كده كان حريص جدا ان رضا يطلع شاب كويس مش صايع زي تيتو، علشان من الاخر تيتو يريح ضميره. تعالى بقى نيجي لاكتر شخصيه معقده في الفيلم، رمزي او رفعت السكري. رمزي بمعنى الحاجه الرمزيه الصغيره اللي بترمز لشيء معين، وطبعا احنا هنا عارفين بترمز لايه. ورمزي بمعنى حرفيا الحاجه الرمزيه، هي حاجه صغيره بس في منها كتير، واسم رمزي بالشخصيه الكامله بتعبر عن الفساد اللي بيتمثل فيه. رفعت بمعنى السمو او الجلاله والمنصب، ودي تاني شخصيه بيمثلها الكائن ده، معاه السلطه والمنصب العالي ويقدر يعمل اي حاجه، وعنده الفساد الكافي اللي يخليه ما يهمهوش اي حد. فلما اجتمعت الشخصيتين رمزي ورفعت كانوا سبب في ان حياه تيتو تتدمر وتنتهي. الموسيقى التصويريه لهشام نزيه عالميه، تحس ان التراك بيتكلم لوحده، بتحس دايما انها بتعبر عن تيتو، ودايما كل ما تسمعها بتحس بشعور معين كده بالتحدي والمواجهه. ده ما بيفكركش بحاجه بالظبط تيتو. ففكره انك بتكلمني وبتعبر لي عن شخص معين بشويه الحان بتلعبها، فدي حاجه عبقريه جدا. تعالى بقى ندخل على اهم فقره وهي الاسئله. هو تيتو كان مجرم؟ جدا، وانا عارف ان في ناس هتعترض على رايي وهتقول
هتقولي ازاي بس يا عم، ما هو كان ضحيه مجتمع بيعم الفساد ومش عارف ايه. بس انا هجاوبك على سؤالي، وكمان بعدين هجاوبك على احساسك ده من ناحيه تيتو، وهقول لك سببه كمان. تعال نرجع لسؤالنا تاني، ليه تيتو مجرم؟ هو تيتو كان ضحيه مجتمع فاسد، كل اللي بيطلعهم فاسدين، مش سهل ان وسط الضلمه والسواد اللي كانت في حياه تيتو زمان يطلع منها مواطن صالح وشاب كويس. بس مش معنى ان انت اتولدت في مكان ضلمه زي ده وكله من اوله لاخره فساد انك تطلع مجرم وخطر. انت متخيل انت فين؟ انت خطر على المجتمع اللي بوظك. انت فاهم انت فين؟ بس لا عادي، يعني في ناس بتطلع موظفين من المجتمع ده، فمش معنى انك اتحطيت في مجتمع زي ده انك تبقى مجرم. لا بالعكس، مفيش حد بيتولد مجرم. فانت اللي بايدك تختار، هل هتخلي المجتمع ده يأثر فيه ولا هتكمل وتحتفظ بالفطره السليمه اللي انت مولود بيها. هنا بقى تيتو اختار انه يكون مجرم. هل تيتو كان يستحق حب نور؟ السؤال ده ليه اجابتين من منظورات مختلفه، بس ما تقلقش كلهم بيأدوا لنفس النتيجه. تيتو كان بيحب نور وكل حاجه، وكمان نور كانت بتحب تيتو، بل بالعكس تيتو ما كانش بيظهر حقيقته وطفولته اللي ما عاشهاش غير معاها. بس اول منظور بيقول ان تيتو كان مجرم ما يستحقش بنت زي دي. بصراحه هو حاول يقول لها اكتر من مره على حياته القديمه، بس هي دايما كانت بتحاول تفهمه انها مش فارق معاها الشيء ده. بس تيتو طبعا ما كانش فاهم ان حاجه زي دي ما تنفعش اصلا. ونور بنفسها قالت حاجه زي كده لما قالت له ان مش معنى انها بتساعد اطفال زي دي انها تتجوز واحد منهم، خصوصا انه خلاص فات الاوان وبقى مجرم. وده المنظور الاول من شخصيه تيتو. طب وطاهر؟ طاهر ده بقى كان قبل معرفه نور بوجود تيتو اصلا، شاب نضيف وغلبان وطموح وبيحبها، فليه لا؟ بس طاهر نسي ان نور مصيرها تعرف حقيقته، فمن هنا ماضيه هيرجع يفتكره ويطارده مره تاني في الانسانه الوحيده اللي حبها. وفي الاخر برضه هنوصل لنفس النتيجه. ازاي الصراع بين تيتو ورضا علشان يخليه احسن كان اكبر بكتير من الصراع اللي بين تيتو ونفسه. تيتو كان دايما عنده صراع بينه وبين نفسه، بين تيتو وطاهر، او بشكل اوضح بين الخير والشر، وكان رامي طوبة نفسه وكان متاكد ان الصراع ده هينتهي بان تيتو هيفهم انه مجرم ولا يصلح انه يعيش وسط ناس نظيفه. لكن لما قابل رضا، طفل صغير مرمي في الشارع، في نفس الوقت اللي حس طب ما هو في امل ان اكون شخص كويس، رجع لرضا تاني علشان يحاول معاه. يمكن لما يقدر يوفر له ظروف تخليه انسان كويس ينجح في ده ويكون فعلا انسان كويس لما يكبر. ومن هنا تيتو كان عاوز يثبت لنفسه انه لو كان من وهو صغير اتوفرت له الظروف الكافيه انها تعيشه حياه نظيفه كان طلع مواطن صالح ومش مجرم. فلما لقى رضا عاجبه الحال اللي هو فيه، لاول مره بنشوف قهر وانكسار في تيتو، وده كان باين جدا لدرجه ان نور اخدت بالها، لان تيتو كان عاوز ينظف الولد ده والطفل ده ما كانش عاوز كده. وبالمناسبه هنا تيجي اهميه اسم الطفل رضا، كنايه عن ان رضا وفئته راضيين بحالهم وبحياتهم ومش منتظرين جديد حتى لو اتوفرت لهم كل الظروف المناسبه والادميه. بس تيتو ما كانش عاوز ده تماما، علشان ده هيأثر في تيتو نفسه ويخليه مكمل حياته مطمن وضميره مرتاح، لانه عرف ان اللي هو فيه ده كله مش بايده. ولما حس انه احتمال يفشل في ده بدأ يتغير ويسيبه اليأس في انه يعمل انسان صالح من طفل متشرد. ليه كلنا تعاطفنا مع تيتو مع انه كان مجرم؟ يمكن علشان تيتو كان يستحق التعاطف. باشا صباح الفل ده كان بينزل يفطر باتنين مسؤولين ضرايب، لما كان بيتخنق او يتضايق ما كانش بيولع سجاره، كان بيولع عربيه. بس ستيل تعاطفنا معاه ليه بقى؟ اولا لان كل واحد فينا شاف جزء صغير من طفولته، مع ان ده ما كانش مبرر كافي، بس المبرر الكافي في حد ذاته اننا ما شفناهاش كلها. انت فاهم الفكره نفسها مش كافيه، ففكره الفكره نفسها انها مش كافيه دي بقى اللي بتجيب التعاطف. انت فاهم اللفه اللي احنا فيها؟ يعني احنا مثلا ما شفناش العوامل اللي خلته مجرم من وهو طفل، وكمان الاخراج ساعد على ده جدا، ودي ميزه ان المؤلف يكون هو المخرج، لانه ساعتها بيكون متحكم فيك بشكل كامل، في عقلك، في نظرتك لتيتو عامله ازاي. اول ما يلاقيك سرحت في جرايم تيتو والحاجات الكتير الغلط اللي بيعملها، بيلحقك بكام مشهد كده يخليك تحس بالذنب من ناحيه تيتو. قام يتم 14 اسره ما لهمش ذنب في اي حاجه، بس بيوريك نظره الندم في عيونه والخوف من المستقبل وانه مش راضي باللي هو فيه. قام حرق 23 عربيه، بس برضه خد الكام مشهد دول يطفوا نار قلبك من ناحيه تيتو. فاللعبه من اولها لاخرها لعبه اخراج، ما بيخلكش تعيش في حاله اللي هو ازاي يعمل كده، هو ازاي اصلا عنده قلب انه يعمل كده، هو اصلا بيعمل كده ازاي. لا يا باشا، انت اول ما تبدا تحس انه عمل حاجه غلط جدا بيوريك ندمه على اللي هو عمله وانه مش عارف هو عمل كده ازاي، يروي لك السيناريو عادي جدا، وبرضه بيطلع لك تيتو مجرم بس من غير ما تحس من ناحيته بالاشمئزاز، انه مش هيحاول يخليك ما تحسش بالكراهيه من ناحيه تيتو بس، لا يا معلم، ده كمان هيخليك بنفسك تحبه. وشوف بقى، وكمان هيخليك تخلق له مبررات. ده بقى اللي انا بكلمك فيه، هو رمالك الصفحه وهي في نص السطر، جاب لك طفوله تيتو بعد ما بقى مجرم، فهو عارف ان شويه اللعب اللي عملهم اخراجيا هتخليك تحس بالذنب من ناحيه تيتو، فمن هنا بيخليك ترجع بشكل لا واعي تدافع عنه، وتوصل بيك المرحله انك تلاقي له مبررات للي بيعمله ده. علشان كده لو تفتكر انا قلت لك على الحته بتاعت اننا حضرنا طفولته بعد اجرامه، لانك ما تعرفش اسباب اجرامه ايه، فبعد ما يخليك تحس بالذنب من ناحيته يامن نفسه بفكره كده. الفكره دي لو جت في دماغك دايما هيكون في رد عليها، ما بيسيبش مساحات للتفكير، لو في واحد يبقى في اتنين، لو في تلاته يبقى في اربعه، على طول في رد وموجود. علشان كده بقى بقول لك ان دي ميزه ان المخرج يكون المؤلف. انت بدل ما كان عندك احساس بالكراهيه من ناحيه الاجرام اللي بيعمله تيتو، لا ده انت وصلت بيك المرحله انك بتحاول تلاقي له مبررات. واخد بالك انت احنا عقولنا اتعمل فيها ايه؟ شغل عالمي بصراحه. فعلشان كده كلنا بنتعاطف
نتعاطف مع تيتو مع اننا حرفيا كلنا عارفين انه مجرم. ليه دي احسن نهايه فيلم في تاريخ السينما المصريه؟ انا بصراحه من وجهه نظري شايف ان موت تيتو هو الحل. اصل معلش ما تجيبليش تيتو ده مجرم وسيريال كيلر وفي الاخر يكمل حياته عادي كده كانه عمل حادثه على الدائري. هتقول لي يا عم ما هو تاب وبتاع وبقى شاب صالح وكده يعني. تاب ايه يابا؟ تاب ايه يا معلم؟ تاب بعد ايه؟ بعد ما موت عشرات الناس وكل الفلوس اللي معاه دي كانت ملوثه بالدم، صح؟ فانت عاوز تقنعني ان بعد الحياه اللي تيتو عاشها وكميه الناس اللي موتها وكميه الاطفال اللي اتيتمت المفروض انه يكمل حياته عادي كده ويتجوز نور ويفتح المطعم والحياه بقى لونها بامبي عادي كده؟ بالعكس، تيتو كان مجرم ويستاهل الموت. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير واكتب لي كومنت تقول لي رايك فيه. فولو على الانستا وعلى الواتساب هتلاقي لينكاتهم في الوصف. وشكرا ليك جدا لو بتتفرج لحد هنا.